السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر إيهاب رمضان. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح الفرق بين أنواع الآلات الحاسبة اللي موجودة في السوق، وإزاي نشتري الآلة الحاسبة، وإزاي نفرق ما بينهم. أنا عملت الفيديو ده علشان خاطر ما شفتش حد للأسف بيشرح الموضوع ده كويس أو يعرف الفروق كويس. تمام؟ أول حاجة هنا لما تيجي تشوف كلمة 2ND اللي هي دي هنا كده اسمها سكند اديشن، معناها ان الآلة الحاسبة دي كانت آلة حاسبة قديمة زي كده اهو، وبدأوا يعملوا لها إصدار جديد أو تحديث جديد من الآلة الحاسبة القديمة. إيه السر في كده؟ الآلات الحاسبة القديمة دي ليه ما زالت إلى الآن تنتج؟ لأن في بعض الدول أو في بعض البلدان بيمنع استخدام الآلة الحاسبة الحديثة، اللي هي زي الآلة الحاسبة 991 بيمنع استخدامها، زي دولة قطر الشقيقة بتمنع استخدام الآلات الحاسبة ما بتسمحش إلا بالآلات الحاسبة البدائية اللي هي ال 85 أهي الاي اس او ال 82 الاي اس. تمام؟ طيب ميزة الآلة الحاسبة دي إيه؟ ميزة الآلة الحاسبة دي فيها الأساسيات، العمليات الأساسية، الأسس، الساين، الكوزاين، الجاتا وهكذا. تمام؟ في هنا في ميزة التحليل الفاكت. يعني إيه ميزة التحليل الفاكت؟ للي ما يعرفهاش، اللي أنا أقدر أحلل العدد إزاي. يعني مثلا عندي الثمانية دي عبارة عن 8 2 في 2 في 2، يعني 2 أس 3 أهو. لو ضغطت شيفت فاكت تمام أهو حلل لي العدد لعوامله الأولية. يبقى دي هنا فيها ميزة الإيه؟ تحليل العدد إلى عوامله الأولية. دي ميزة موجودة فيها. طيب الإصدار اللي بعد ال 82 وال 85، إحنا قلنا ال 82 وال 85 دي آلات حاسبة بدائية يا دوب فيها العمليات الأساسية، علشان خاطر في بعض الدول بتمنع استخدام الآلة الحاسبة الحديثة. طب اللي بعد كده الآلة الحاسبة اللي هي ال 95 الاف اكس 95. ال 95 دي بقى بتزيد عنها ايه؟ بتزيد عن الآلات الحاسبة القديمة ايه؟ بتزيد عليها حل معادلات، يعني فيها زرار الفاكت اللي هو التحليل، وحل المعادلات اللي هو الايكويشن اللي هو الايكويشن اللي هو حل معادلة من في مجهولين من الدرجة الأولى اكس واي أو سينوسات، أو في ثلاث مجاهيل اللي هي الاكس والواي والزد أو السين والصاد والعين، وحل معادلة من الدرجة الثانية زي س تربيع مثلا، زي 3 س زائد 9 يساوي صفر مثلا، أو حل معادلة من الدرجة الثالثة. يبقى دي الميزة اللي هي ال 95 أعلى من ال 82 وال 85. تمام؟ إيه تاني من المميزات؟ إن هي الآلة الحاسبة ال 95 فيها حل المتباينات من الدرجة الثانية والثالثة. تمام؟ اهي لو نزلنا تحت تلاقي حل الايه؟ المتباينات من الدرجه الثانيه والثالثه، ملهاش استخدام. اهي حل المتباينات اللي انتم شايفينها اهي، دي كده حل متباينات اهي من الدرجه الثانيه والثالثه، ملهاش استخدام قوي، لان حل المتباينات يدوي بيبقى اسهل من ان انا اعملها بالاله الحاسبه. طب ايه تاني؟ في التناسب اللي هو بتاع سته ابتدائي، التناسب اللي هو بتاع سته ابتدائي اللي هو الريشيو، النسب، وبرضه دي مش مستاهله برضه، لان ايه لو عملناها يدوي اسهل. طيب الآلة الحاسبة ال 82 وال 85 آخرهم أولى إعدادي، نبدأ من تانية إعدادي. ال 95 دي ممكن تسعفنا في تانية إعدادي وتالتة إعدادي، لكن ما تقدرش تسعفنا في المرحلة الثانوية، وأنا هنا بتكلم عن المنهج المصري. بضطر إن أنا أجيب آلة حاسبة حديثة تقدر تمشيني في المرحلة الثانوية. في المرحلة الثانوية بقى عندي نوعين من الآلات. الآلة الحاسبة اللي هي ال 991 اي اس بلس، ومكتوب هنا سكند اديشن، ده الإصدار الجديد بتاعها. الإصدار القديم بتاعها كان بالشكل ده، اللي هو كانت الآلة الحاسبة اللي هي الفضي. تمام؟ ده الإصدار القديم بتاعها، إنما الجديد زي ما أنتم شايفين اللي هو لونه أسود، ودي بتبقى رخيصة. الأغلى منها اللي هي 991 اي ار اكس، ودي بتبقى فيها لغة عربية، وبتبقى زرايرها بيضة زي ما أنتم شايفين وفضي. دي طبعا الأحدث. تمام؟ هنقول طبعا أنا في مرحلة ثانوية أشتري دي. ليه أشتري دي؟ لأن فيها مميزات كتيرة جدا مش موجودة في الآلة الحاسبة القديمة. طب ليه الناس بتشتري دي؟ لأن في مصر الآلات الحاسبة عندنا غالية،
فبيضطروا ان هم يشتروا دي عشان خاطر يوفروا. في نفس الوقت فيها اصدارات تقليد بتبقى رخيصة جدا، يعني فيها تقليد بتبقى رخيصة، لان الآلة الحاسبة الأصلية مفيش فرق بينها كبير بينها وبين الآلة الحاسبة دي في السعر، الاتنين قريبين من بعض. انما دي فيها بتاع ده آلات حاسبة رخيصة الثمن لان فيها تقليد. طيب ايه بقى الفروق الجوهرية بين الاتنين؟ امسك عندك اول حاجة الثوابت بتاعت الفيزياء. شيفت 7، اسماء الثوابت بتاعت الفيزياء هنا موجودة على ظهر الآلة الحاسبة. تمام، انت هنا يا دوب بتكتب الرقم وبيديك الثابت. انما هنا شيفت 7 لو جيت بصيت ورحنا اخترنا رقم واحد، اسماء الثوابت بتبقى موجودة على الآلة الحاسبة. عندي هنا اسماء الثوابت بتاعت الفيزياء، دي اول حاجة في الآلة الحاسبة. طبعا السرعة، سرعة الحل مش محتاجة كلام. تاني حاجة مثلا عندك هنا في زرار للإكس مخصوص، الكلام ده مش موجود. أنا هنا عشان أكتب إكس لازم أكتبها ألفا إكس أهي بزرارين، إنما هنا ممكن أكتبها بزرار واحد فتوفر لي الوقت. إيه تاني؟ خش بقى على المنيو. تمام، المنيو هنا. طيب أول حاجة هنا عندي الأعداد الكومبلكس اللي هي الأعداد المركبة، اللي هي الت او الاي حسب انت بقى بتاخدها. طيب الاعداد المركبه اكبر فرق جوهري ان انا هنا دي باخرها بتجيب لي ت اس 3، يعني اخر حاجه عندي هنا بتجيب لي اي اهي، هكتبها كده اي اس 3 دي اخرها عندي، ما بجيبش اكتر من كده الاله الحاسبه دي. انما في الاله الحاسبه دي بجيبها باي اس، يعني انا مثلا لو كتبت اي اس 20 اس 100 يجيبها لي الاله الحاسبه دي. طب ده الفرق الرئيسي في الاعداد المركبه. هنا تقدر تشتغل بحريه. تمام، ودي طبعا هتسعفك لو كنت في ثالثه ثانوي منهج مصري. تمام، هتسعفك جدا في حل الاعداد المركبه. طيب تاني حاجه عندك الستيت اللي هي الاحصاء. تمام، الاحصاء هنا تمام، هنا مفيش الاوبشن ده اللي هو في الاحصاء اللي هو التوزيع. في عندي هنا رقم 6 دي الاحصاء، وعندي كمان الديستريبيوشن دي التوزيع. في التوزيع هنا اقدر اجيب توزيع ثنائي الحدين، اقدر اجيب عكس المساحه اللي هو الانفيرس نورمال، يعني يديني المساحه اللي تحت المنحنى واجيب له الاحتمال المقابل ليها. تمام، دي حاجات متقدمه. اذا في الاله طبعا في مرحله الثانويه العامه عندنا في ثالثه ثانوي تقدر بالاله الحاسبه تحل الامتحان كله ما عدا هو باب واحد بس. اذا هنا في فرق كبير وفرق شاسع ما بين الاثنين في الاحصاء. تمام. طيب ايه تاني؟ ايه تاني عندك المصفوفات. طبعا نمسك الاول المعادلات. المعادلات احنا قلنا ايه؟ حل معادله في مجهولين س وصاد او اكس وواي، وحل معادله في ثلاث مجاهيل س وصاد وعين او اكس وواي وزد، وحل معادله من الدرجه الثانيه وحل معادله من الدرجه الثالثه. خد بقى عندك هنا بقى المعادلات. تمام، عندك اول واحده دي اللي هي حل معادله في مجهولين او ثلاثه او اربعه، يبقى هنا في زياده انك تقدر تحل في اربع مجاهيل، فانت لو مكمل هندسه ممكن تحتاجها. تمام. طيب ايه تاني اهو؟ عندك هنا عندك حل معادلات من الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه، هنا كان الثانيه والثالثه فقط، يبقى ده بالنسبه للمعادلات. طيب ايه تاني؟ طبعا سرعه الحل دي حاجه طبعا معروفه، الحل الحاسبه دي اسرع من الاله الحاسبه دي في الحل. طب ايه تاني بقى في المصفوفات؟ تمام، هنا متاح عندك ثلاث مصفوفات للتخزين، انما هنا بص كده المصفوفات عندك اهي اربع مصفوفات للتخزين. تاني حاجه سهوله اختيار المصفوفه، يعني انت لو هنا ضغطت واحد هيسالك كام في كام، 3 في 3 ولا 3 في 1، انما هنا بص كده لو اخترت الواحد هيسالك يقول لك عدد الصفوف كام،
وعندك هنا انت اخرك 3 في 3 مصفوفه 3 في 3، هنا انت اخرك مصفوفه 4 في 4. دي برضو الفروق في المصفوفات. ايه تاني؟ ايه تاني؟ الجداول. تمام، اللي هي هنا رقم 7. انت عندك هنا داله واحده بس اللي هنا الاف اوف اكس، انما في الجداول في دي عندك دالتين. في التيبل عندك دالتين، مش داله واحده. او التيبل عندك دالتين الاف والجي، تقدر تستخدم دالتين مش داله واحده. طب ايه تاني في الجداول؟ يفرق في الجداول المتجهات. في المتجهات طبعا سهوله المتجهات، في نفس الوقت في المتجهات هنا تقدر تجيب على طول مباشره، تجيب متجه الوحده، تقدر تجيب الزاويه بين متجهين، ودي طبعا خاصه بمنهج الصف الثالثه ثانوي، تقدر تجيب بيها المتجهات. تمام. طيب ايه تاني طبعا الذاكره هنا اعلى. طبعا هنا حته لما تيجي تخزن الذاكره هنا اسهل. انت هنا عشان تخزن مثلا رقم زي الخمسة على الذاكره فبتضغط شيفت ستور الحرف. تمام، مثلا انا عايز اخزن مثلا الستة، فاقول 6 يساوي، ولهنا شيفت ستور الحرف، خزن الستة على حرف الايه. لكن هنا بمجرد انك بتضغط زرارين، مفيش بقى حته الشيفت. يعني مثلا لو تقول 6 يساوي وعايز تخزنها على طول فبتضغط ستور ايه، تبقى انت كده بتخزن على زرار ايه التخزين. تمام. طبعا انا مش التفاضل التكامل الاثنين موجوده فيها، بس احنا قلنا سرعه الايه، سرعه الحل. تمام، سواء حل معادلات او غيره. طيب دي هنا الفروق الجوهريه بين الاثنين. فطبعا اي طالب، خصوصا طالب صف ثالث رياضيات منهج مصري، طبعا بلا جدال يستخدم طبعا الآلة الحاسبة اللي هي الجديدة. تمام. في آلة حاسبة بقى هنا لسه معمولة جديد، لسه حديثة خالص، ما شفتهاش في السوق المصري، هتلاقوها في دول الخليج، اللي هي الآلة الحاسبة 991 سي دبليو. تمام. الآلة الحاسبة دي زي 991 اي ار اكس تمام. بس هنا بقى استخدام الزراير بقى اسهل، زودوا عليها كده حته ايجاد احتمال ظهر النارد، القاء ظهر النارد، او احتمال رمي عمله، حاجه يعني مش مستاهله. تمام. لكن السرعه اكيد هتبقى اسرع، استخدام الزراير هيبقى اسهل. دي طبعا انا ما شفتهاش. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى ان انا اكون افدتكم. وطبعا ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. دمتم في امان الله.